قريوش حلوة الأعياد والمناسبات على شكل سنبولة، يجي معسل ومقرمش. تبعوا معايا. في جفنة عندي 4 كيلات فارينة وملعقة صغيرة لافاني وقرصة ملح، ونخلطهم شوية، ونضيف كيلة غير أصبع من زبدة التوريق ذايبة وتكون باردة، ونبسسهم مليح، ونضيف حبة بيض كاملة، ونكمل نبسس. كي نكمل نبسسها نجي نغربلها باش ما يجوناش هذوك الحبيبات كي نكونوا نفتحوا في العجينه. ومن بعد نشمخ العجينه بالماء والمزهر حتى نطمها كامل، ونعجنها شويه حتى نتحصل على هذا القوام، ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح بين 10 إلى 15 دقيقة. بعد ما ارتاحت العجينة نقسمها على زوج، ونفتحها باستعمال المايزينا، ونطبقها على 3، ونزيد نفتحها، ونعاود نطبقها على 3 للمرة الثانية، ومن بعد نفتحها مليح للمرة الأخيرة كما راكم تشوفوا. نجيب جرارة ونبدأ نشكل في الحبات، ونقطع 10 خطوط يكونوا رقاق، وما نخلوش بيناتهم بزاف ليسباس باش ما تجيناش الحبة خشينة. ونطبقها على 2، ونضغط على الجوانب مليح، ونزيد نطبقها على 4، ونزيد نضغط على الجوانب، ونكسل العجينة شوية ونشكلها على شكل سنبولة. نفتحها في الوسط ونقلبها بهذه الطريقة. من بعد نضغط على الأطراف مليح باش الحبة ما تفتحليش في المقلة، ونقطع الزوائد ونقليهم على نار متوسطة، ونبقى نرمي فوقهم الزيت حتى يتحمروا. وكي يطيبوا نحيهم نقطرهم في كسكاس، ومن بعد نعسلهم ونزينهم بجلجلان محمص. وبصحتكم.